أهلا أهلا يا أصدقاء، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. حبيت اليوم أقدم لكم وصفة البيتزا من إيدي، عجينة والحشوة والصلصة، طعم ولا ألذ وهشاشة للعجينة ما شاء الله مثل ما تشوفون، وما ينشبع من عندها. تفيدكم للطلاب، تفيدكم لأطفالكم، توزيعات. إحنا بشهر محرم وتفيدكم التوزيعات، جدا جدا لذيذة. تعالوا ياي نسويها للوصفة، سهلة ولذيذة. يلا، كوب ونص من الماء، وملعقتين كوب خميرة، وملعقة ونصف شكر. تخلطوهن زين وتغلفوهن وتعوفوها لمدة 10 دقايق تتخمر. 10 دقايق الخمرة تتخمر تتفاعل ويا الشكر، نخلطها ورا ما تخمرت تفاعلت. نضيف لها رشة ملح، وبعدين نضيف 3 أكواب طحين ونصف، ومن ثم نعجنها مثل ما تشوفون. نخلطها خلطة زينة ونعجنها بإيدينا. صارت عندي بهذا الشكل، وبالنهاية أحط رشة زيت مثل ما تشوفون وأعوفها تتخمر. تعالوا ياي نسوي حشوة البيتزا. عندي فلفل أخضر، فلفل دارة مثروم ناعم، وبصل، ورشة زيت. وعندي هنا دجاج، صدر دجاج مقطع مثل ما تشوفون. أعوفه ينحمس زين، وضفت بهارات قص دجاج والبهارات السبعة من عند أي عطار. تجيبوا بهارات السبعة وملح وشيفين مال ليمون وعصرة نصف ليمونة أيضا. نترك على نار هادئة يستوي مثل ما تشوفون. وما أوصف لكم طعم الدجاج شقد طيب وحامض ولذيذ جدا. تعالوا ياي نفرد العجينة بالصينية. فردناه زين، وهاي الصلصة أني مسويتها، متكونة من فلفل دارة وبصل محموز زين ومعجون والسبع بهار وشوية ملح. وما أوصف لكم طعمها شقد طيبة هاي الصلصة يا بنات. أنصحكم تسووها، يعني هواي هواي أطيب من الكشف. بعد أنتم كل من براحته. ضفت طبقة من الجبن المبروش، وضفت طبقة من الدجاج، وبعدين ضفت جبن، وبعدين ضفت الخضار مثل ما تشوفون. وبهالترتيب حطيت فلفل دارة وبصل. أي شي عندكم حطوا، طماطة، عندكم زيتون. أنا ما حطيت غير بس هذني الموجودين يحبون هيجي الشي. فأنا سويتها مثل ما تشوفون بنات ما شاء الله 5 دقايق صلوات على محمد حتى صعدت العجينة، نفشت مثل ما تشوفون. حتى ما حطيتها على الوجه الفوق قبل هي استوت. ومن مثلي يا بنات، تجي أيام أني أحب الطبخ وأعشقه وأقوم أبدع بيه، وتجي أيام مالي خلق لا طبخ ولا تنظيف ومالي واسي الشي. وراح أنزل لكم شك وصفات طيبة أنا أعرفها ومجربتها. ولا تنسوني باللايك يا أحبتي والاشتراك لطفا وليس أمرا. وشكرا لكم. وشك وصفة تحبون أنزلها كتبولي بالتعليقات. وأكو بنية بالتعليقات طلبت من عندي الحلاوة الشوكليتية. إن شاء الله على الفيديو الجاي أنزل يالك. وشكرا لكم.